السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البسارية. بصوا شكلها. انا عايزة اقول لكم لازم يوم ما نجيب البسارية عشان نخللها نجيب السمكة صبحة كبيرة بتلمع. خلاص، ما تكونش كده مهرية. خلاص، وهنبتدي نغسلها في المية الجارية. يعني نحطها في بولة، نحطها في طبق ونفتح عليها المية ونغسلها لحد ما لونها يبقى شفاف، المية تبقى شفافة. ونرجع بعد كده نحطها في مصفى ونصفيها وندخلها على التلاجة يوم كامل. خلاص، هنيجي ننزلها نجيبها من التلاجة تاني يوم نحطها في طبق تاني او طبق واسع زي كده، ونبتدي ان احنا ننشفها بالمناديل. عندك حتة قماشة يكون احسن. خلاص، حتة قماشة تنشفي بيها لان المنديل بيدوب لو فيه بواقي مية ولا حاجة. عندنا معلقة كبيرة ونص من الملح، علقة ده نص كيلو بسارية، ومعلقة كبيرة شطة. خلاص، عندك مع بابريكا حطي معلقة تدي لون حلو. وقلبي الشطة مع الملح وبعد كده قلبي البسارية بيها. قلبي البسارية مع البسارية بالملح بالشطة، قلبيهم على بعض، ولا نحط رق ملح ورق بسارية ورق لا، هنعمل كله في بعضه. هنقلب الملح بالبسارية كده على طول. ونجيب علبة تكون محكمة الغلق، أهم حاجة علبة بلاستيك انت مش عايزاها أو برطمان. ونبتدي ان احنا نحط فيها البسارية بالشكل ده مرة واحدة كده. خلاص، تخليلها مفيش اسهل منه. وكمان ما بتقعدش وقت في الايه، في التخليل. وعلى وش البسارية هنحط حبة من الزيت كده، نغطي وشها كويس. وهنقفل عليها بكيس وهنغطي بقى ونحطها في شنطة جوه شنطة. ونحطها في المطبخ، في دولاب المطبخ، اي حتة عندك في المطبخ. هم يومين اتنين او تلاتة بالكتير. طبعا دلوقتي الجو ساقعة. انا عملتها يوم الخميس، فتحتها يوم الحد، يعني يومين اتنين. خلاص، واديني ادي شنطة واحطها في شنطة كمان. هي ملهاش ريحة ولا اي حاجة، بجد طعمها خطير يا جماعة. ده بقى فسيخ الغلابة، تحفة ومش غالية. نص كيلو جبناه، وعلى قد ايدينا جبناه وعملناه. وكمان بقول لكم هنا 3 ايام، لا والله انا فتحت عليها يوم الحد، يعني بعدها بيومين اتنين. ادي شكلها بعد ما استوت. طعمها تحفة. تاكليها بقى جنب طعمية، تاكليها جنب بطاطس، تاكليها بقى جنبها في بصل اخضر. حاجة كده فاخر من الاخر. بصوا، وعايزة اوريكم شكلها. زبدة دايبة من اليومين، ملهاش ريحة نهائي يا جماعة والله. بصوا ما شاء الله تحفة. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي تعليقاتكم الجميلة اللي دايما مفرحاني. بصوا شكلها، ماسكة نفسها وفي نفس الوقت مستوية. عايزة تاخدي منها خدي بمعلقة نظيفة ناشفة ورجعي دخليها التلاجة. خلاص، عايزة تجددي وتعملي اعملي اول باول، لانك لو سبتيها في الملح كتير هتتهري وهتملح. لكن طول ما هي موجودة في السوق خلصيها وارجعي ايه، خليلي منها تاني. خلاص كده، وافتحي منها وخدي منها وبعدين دخليها على التلاجة. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.